عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نصاوب معكم واحد الاكله تصلح ديروها للعشاء ولا الغداء، خفيفه واقتصاديه. تبعوا معايا الطريقه، نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نشلض البصله، غادي نقطعها طريفات صغار. من بعد ما درتها في المقله غادي نزيد عليها شويه ديال الزيت، غادي نحطها فوق البوطه تشحر، وضروري مع التحريك المستمر باش ما تلصقش لينا وباش ما تحرقش. ودابا غادي ندوز نقطع معكم الدجاج طريفات صغار. بالنسبه للكميه ديال الدجاج على حساب عدد افراد ديال الاسره، يعني شحال من واحد كاين في الدار. انا اكتفيت غير ب 15 درهم ديال الدجاج بحال هكاك. هنايا من مور ما تشحرات البصله غادي نضيف عليها الدجاج اللي قطعت، ومن بعد نضيف عليهم شويه ديال الملحه، شويه سكينجبير، وشويه ديال الثومه بودر. نعاود نضيف عليهم شويه ديال الزيت. صافي نحرك كلشي ونخلي داك الدجاج ديالي يتشحر مزيان. هنايا من مور ما تشحر الدجاج غادي نزيد عليه لا كريم فريش. بالنسبه للمقادير مضبوطه وكلشي غادي نخليهم لكم في الديسكريبسيون. ومن بعد لا كريم فريش ضفت عليهم حتى الحليب. غادي نخلي داك لا كريم فريش مع الحليب يطيبوا باش يتقالوا شويه، ومن بعد غادي نزيد عليهم شويه ديال الخرقوم البلدي باش يعطيهم داك اللون الصفر. وهنايا غادي نزيد عليهم الرز اللي سلقته من قبل. غادي نحاول نحرك كلشي مزيان باش هداك الرز يشرب ليا ديك لا كريم فريش مع الحليب. بالنسبه للناس اللي غادي يخافوا انها تبقى ليهم زعما ميها ديك لا كريم فريش مع الحليب، او لا بالعكس، راه كيف ما شفتوا في لا فيديو في الاول، راه ما كاينش شويه ديال الميوهه ديال الحليب ولا شي حاجه، ما كايناش. وهنايا غادي نضيف عليهم الفرماج حمر محكوك. تقدروا ديروا اي نوع نتوما ديال الفرماج كتبغيو. من بعد ما غنساليه غادي نغطيهم ونخليهم يطيبوا شويه على ما يذوب داك الفرماج، غير واحد 3 دقائق بحال هكاك، ومن هنيت داك الرز كيشرب وصافي ونطفي عليهم. وهكا كتكون الاكله ديالنا وجدات. صراحه كتجي رائعه وبنينه. نتمنى انكم تجربوها وتخليوا لي الاراء ديالكم في لي كومونتير. نتلاقاكم في فيديو اخر ان شاء الله مع وصفه اخرى.